السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل لكم وصفة جميلة جدا للكريب بطريقة سهلة وسريعة. كريب هعمله من غير بيض. صدقوني الكريب من غير بيض احلى بكتير. حتى لو انتي سألتي على اي واحد بيعمل كريب بره في المحلات هيقولك ما بنحطش بيض. البيض بيبان طعمه جامد قوي في وصف في الكريب. وكمان هما بالنسبة لهم عشان التكلفة وعشان الطعم. لكن احنا مش هنتكلم عن التكلفة، لان بيضة او بيضتين مش هما اللي هيعملوا تكلفة او كده. لكن انا جربت وصفة الكريب بالبيض، مش حلوة خالص خالص خالص. بيفضل ريحة البيض موجود فيها، حتى لو هتعمليها حادق وتحطي عليها فلفل اسود بيفضل موجود. هتعمليها حلو وتحطي عليها فانيلا بيفضل ريحته موجودة، لان الكريب من الحاجات الحساسة قوي، لانها طبقة العجينة بتبقى رقيقة قوي فبيبان فيها. يبقى مبدئيا انا ما بستخدمش بيض. عايزه تستخدمي بيض دي حاجه ترجع لك، عايزه تاخدي بنفس الطريقه اللي انا بعملها هيطلع معاكي اجمد كريب من غير ولا ريحه، وقوام 100%، ناجح 100%. كوبايتين دقيق ونفس الكوبايه اللي هعاير بيها هي اللي هعاير بيها السوائل. اخد معايا انا الدقيق بتاعي ده، هو مفروض ان كل كوبايه دي عليها كوبايه من السوائل، بس انا الدقيق بتاعي ده طلع بيشرب السوائل شويه. وبعدين الكريب لازم يكون قوامه خفيف شويه، وانا هوريكي القوام ازاي. فاخد معايا كوبايتين وتلت. السوائل بتاعتك دي حاجه ترجع لك، عايزه تحطي كوبايتين لبن براحتك، عايزه تحطي كوبايتين ميه براحتك. انا حطيت كوبايه وربع لبن وكوبايه ميه. الطعم بيبقى جميل جدا. الكريب من الحاجات اللي بيبان فيها الطعم قوي، يعني حتى اللبن لما بتحطيه فيها بيبان فيها. تقدري تحطي كمان كل كوبايه بيتحط عليها معلقتين من الماده الدهنيه. تقدري تحطي المعلقتين دول زيت او تقدري تحطي زبده، انا هحط زيت. لو حابه انت يبقى الطعم اللي مباسطه معاكي باين فيه البر او الزبده، تقدري تحطي انت زي ما انت حابه، بس انا بحب فيه الزيت، بيبقى خفيف كده وجميل جدا. حطيت كمان معلقه من السكر ونص معلقه من الملح. يبقى كده خلاص الخطوات بتاعتنا سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه. السوائل قلت لك على حسب نوع الدقيق، وانا هقول لك ازاي تشوفي الدقيق يبقى معاكي او الامباستو يبقى معاكي مظبوط 100%، والخليط يبقى سمكه ازاي. هضرب الكلام ده كله مع بعضه بعد ما انزل بالزيت. هنا هحط 4 معالق من الزيت، كل كوبايه بتاخد معلقتين. وهضرب الكلام الجامد ده كله مع بعضه. وزودت بعد كده حوالي تلت كوباية من اللبن، علشان انا الخليط بتاعي ما كانش خفيف بالدرجة الكافية. انا هنا بصي، انا هنا كده كان سمكه لسه تقيل، فبقولك لا انا مش عايزة القوام ده، انا عايزاه يبقى اخف من كده. هفضل اضرب فيه. زودت اللبن زي ما انت شايفة. والنهارده الاساس الوصفه النهارده اللي انا بعملها هي ان انا ابين لك ازاي عجينه الكريب سهله انك تعمليها في البيت من غير العصايه بتاعه الكريب ومن غير اي حاجه صعبه. تقدري تعمليها ويطلع معاكي رفيع جدا ومتساوي ومظبوط معاكي. الحشوات بقى دي حاجه ترجع لك. انا النهارده هعمله بحشوه الفراخ بالخلطه، لكن وهحط عليه صوص كده انا عملته. هقول لك الصوص انا عملته ازاي. تقدري تحطي عليها صوص مايونيز وصوص كاتشب، تقدري تحطي عليها صوص الرانش، تقدري تحطي عليها الهالوبينو وخيار مخلل. تقدري تضيفي حاجات كتير. تقدري تعمليها بالفراخ البانيه، تقدري تعمليها بالستريبسل، تقدري تعمليها بال بال بمشكل لحوم. تقدري تعمليها بالبسطرمه والجبن، تقدري تعمليها الرومي المدخن ولانشون وجبن وفلفل وزيتون. يعني بصي الحشوات دي عندك تعدد في الحشوات. تقدري تعمليها بالبطاطس والصوصات زي العيش السوري، وتعمليها رول زي العيش السوري، هتطلع معاكي برضو روعة وبرفكتة، مفيش اجمل من كده. وتضيفي عليها خيار مخلل، وتقدري تضيفي عليها فلفل هالوبينو والصوصات بقى دي زي ما انتي حابة. بصي هنا بقولك الكريب ناعم ازاي. على فكرة انا صفيت الخليط. التركة اللي انا عايزة اقولك عليها عشان يطلع معاكي الكريب ناعم وناجح 100%، انك تاخدي بعد ما ضربناه بالهاند بلندر او بالخلاط او باي حاجة سيان، يعني انتي ضربتيه في ايه، تاخديه وتحطيه في مصفى وتصفيه. يطلع معاكي الخليط ناعم، ولا يبقى فيه تكتلات، ولا يطلع فيه حاجات حته تخينه وحته رفيعه، ولا يطلع معاكي. بصي انا ولا استخدمت عصايه ولا اي حاجه، زي ما انت شايفه سكبت كده كميه حوالي هي بس مغرفه الا حاجه بسيطه عشان المغرفه دي كبيره. وفردت كده بايديا، مسكت الطاسه بايديا ميلتها،
اتفرد معايا. بصي الروعة، بصي النعومة، بصي الجمدان. دي عشان اول واحدة، وانا مستعجلة قوي كنت عشان اوريكم قبل ما اقفل التصوير، وهكمل بعد كده الكمية كلها. بصي هنا فتحت تاني عشان اوريكي، اخدت وش من الناحية دي. تقدري ترشي رشة بصي بقولك الرفع قد ايه، بصي الرفع، بصي الكريبة رفيعة ازاي. اهم حاجة تصفي الخليط زي ما قلتلك، التركة انك تطلع معاكي الكريب ناجح 100%، صفي الخليط. بصي هنا خلصت الكمية كلها. طبعا انا مش عايزة اطول عليكم الفيديو، هو الفيديو اصلا طول لوحده، فما كنتش عايزة احب اطول عليكم الفيديو. بصي نعمل ازاي، بعد معاكي 1 2 3 4 5 6، حد معاكم دلوقتي عشان مش فاكرة طلعوا كام، 7 8 تقريبا 9 او 10، 9. بصي كل وش وظهر وناعم ازاي. بصي خدتلك اول واحده كمان اهو، هوريهالك طريه ازاي. مش بصي تطبقيها تعمليها، هي خلاص رفيعه، رفع بقى غير طبيعي. بصي دي الحته دي كانت متنيه، بقولك استنى اما افردهالك واوريهالك رفيعه ازاي. رائع، العجينه ناجحه 100%، ريحتها روعه، طعمها روعه، هي تتاكل كده نيه من غير اي حاجه خالص. تقدري كمان تعمليها دولشي، لان احنا حاطين معلقه سكر ونص معلقه ملح، تنفع معاكي حلو وحادق. طريقه ظبط كمان السكر والملح دي هتعمل معاكي احلى جمدان. ليه؟ عشان تقدري تستخدميها كحلو وتقدري تستخدميها كحادق. حلو تحطي على طول النوتيلا او شوكولاته، وشوكولاته مكعبات عادي، وتنزلي عليها بالفواكه وتقفلي، وتعملي لها بعد كده صوص شوكولاته من بره، وتحطي صوص فراوله من بره. تقدري تعمليها مشاكل شوكولاتات، شوكولاته بيضه، شوكولاته سودا. تقدري كمان تضيفي عليها اسمه ايه، الكراميل، صوص اللوتس. تقدري تعمليها حاجات كتيره حلوه. انا ساعات بعملها دولشي بس، يعني بكون عايزه اعملها دولشي بس، فبفضل بقى اشكل فيها حاجات دولشي كتير. فاكرين بقى صدر الفراخ اللي احنا كنا عاملين بيه وصفه المسخن، وقلت لكم انا بقيه الفراخ بتاعه الصدر هقطعها عشان هعمل بيها وصفه تانية. دي كانت الوصفه التانية. النهارده انا عملته بالبسطرمه وجبن، عشان ابني بيحب البسطرمه، فعملت له هو بالبسطرمه والجبن والصوص اللي انا نفس الصوص اللي انا عملته. هقول لك الصوص اللي انا عملته بايه. واحنا عملنا كمان بالفراخ. الكميه دي دلوقتي هتتضاعف وهتكتر معاكي. على فكره بالفراخ بالطريقه دي كمان بتعمل كميه كبيره جدا، وبتبقى كتير قوي، وبتطلع طعمها كمان جدا روعة. انا عملت هنا الفراخ، نزلتها، عملت لها صدمة، ونزلت عندنا هنا بالكركم وبهارات الفراخ، حطيت فيها معلقة وفلفل اسود وبس كده، ما حطيتش حاجات كتيرة. يعني حطيت كركم، وحطيت بهارات فراخ، وحطيت معلقة من السبع بهارات، وحطيت الفلفل الاسود. وبعد ما شوحت الكلام ده رحت نازله بالايه، بالبصل. زي ما انتوا شفتوا، مش عارفه خطوه البصل جت ولا لا، بصل وفلفل الوان، وهنزل بالزيتون. بصي كميه تضاعفت قد ايه، وبتعمل بقى كميه جميله، وبتعمل كمان الطعم بقى. الخلطه اللي احنا عاملينها دي بتدي طعم حلو قوي 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 مع الكريب. وهحط ملح دلوقتي املح. يبقى احنا ما حطيناش توابل كتيره، حطينا توابل بس 7 بهارات. وبهارات الفراخ اللي هنا انا جايباها من هنا، بهارات الروستو بتاع الفراخ، بتبقى جميله قوي، بتبقى فيها روزمارين وتوابل كتيره كده. وبيبقى فيها ملح على فكره، لو هتستخدميها خلي بالك من كميه الملح اللي انت هتحطيها. وكمان حطيت فلفل اسود وكركم، ونزلت بزيتون وفلفل الوان وبصل، وكله متقطع زي ما انت شايفه صوابع كده. البصل متقطع جوليان، والفلفل قطعته بالشكل طولي ده علشان يبقى كله زي بعضه. هنا بقى هوريكي لفه للكريب. دي طريقه ممكن تلفي بيها الكريب اسهل كتير كمان من انك تقصي الكريبايه من يعني ممكن تاخدي الكريبايه كده وتقصيها وترجعي تحطي الخلطه وتفضلي تلفي 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 يطلع معاكي قرطاس. بتبقى صعبة شوية انك تاخديها، لازم يكون عندك القرطاس الكرتون عشان تدخليها فيها سوبيتو. دي برضو بتبقى يعني نوعا ما بتبقى اسهل شوية في انك تطلعيها. الصوص اللي انا استخدمته معايا صوص الباربيكيو، وحطيت عليه مايونيز وشوية من اللبن. يبقى انا عملت الخليط ده بايه، بمعلقتين من اللبن او 3 معالق من اللبن،
وصوص الباربيكيو حوالي ربع كوبايه من صوص الباربيكيو، وربع كوبايه من المايونيز، وحوالي ربع كوبايه من اللبن. وحطيت الخليط ده كله على بعضه ورجيته وحطيته في ازازه، وطلع معايا بقى الصوص جامد 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 جامد. لو مش حابه تستخدمي صوص الباربيكيو تقدري تستخدمي الكاتشب بدل صوص الباربيكيو، يعني البديل بتاع الباربيكيو صوص هو الكاتشب. بس صدقيني بيطلع مع الفراخ طعم مدخن كده جامد جامد جامد. انا عجبتني جدا وعجبت الاولاد جدا. هنا برضو هوريكي تاني نفس الطريقه زي ما قلت لك. لو عايزه تقصيها وتعمليها بالطريقه الاعتياديه عشان يطلع معاكي كونو، يعني يفضل ان يكون عندك كمان القرطاس الكرتون بتاع او الكونو الكرتون ده اللي هو بتاع الكريب. لو ما عندكيش يعني تقدري تعمليها زي ما انا عملتها كده، هتطلع معاكي حلوه وروعه وسهله وسريعه. انا عملت كمان منه 2 زي العيش السوري، كانت جميله قوي، روعه، رهيب. اهم حاجه بقى تديله لون حلو. انا دلوقتي هضغط وهضم كويس بس سخنه كانت مولعه، زي ما انتي شايفه اخدت اللون الجامد ازاي، كريسبي كرانشي. طبعا هي مليانه بالخلطه، فبصي بكون حذره قوي عشان انا مليه كويس. حطيت طبعا موتزاريلا زي ما انتي شفتي، والصوص اللي انا حطيت فيه صوص من الصوص اللي انا عاملاه. تقدري كمان تعمليها بالطريقه دي. وتلفيها كده سخنه بقى مولعه، مش عايزه اقول لكم كانت الشغل على النار مباشره كده كان صعب شويه. حطيت الصوص عشان كنت نسيته، حطيت الموتزاريلا، وتقدري تقفليها برضو بنفس الطريقه كده، بس هنا المره دي ما تنيناش من الاول، قفلناها. وتضغطي عليها برضو، تحاولي بقى تضغطي. انا حاولت بقى اضم الفراخ واظبطها لغايه ما قفلتها وظبطتها. هنا برضو هعمل بقى كمان واحده لابني علشان هو بيطلب دايما اللي بالبسطرمه والموتزاريلا. تقدري كمان تحطي فيها فلفل، بس انا ما حطيتش فيها فلفل الوان. تقدري تحطي في الطريقه دي زيتون وفلفل، بس انا عندي البسطرمه كانت يعني البسطرمه حادقه شويه، فحطيت له عليها موتزاريلا والصوص بس، واكتفيت بهذا القدر. وتقدري تحطي عليها فلفل الوان، بس انا ما رضيتش احط فلفل عشان كده كده حاطه في الفراخ عشان ما يبقاش نفس الشيء. يعني الصوص ده جامد جامد جامد، روعه. انا رشيت كمان منه بعد كده، بعد ما خلصت رشيت منه على الوش على كل الكريبات تاني. بصي الجمدان. وعملت 2 زي العيش السوري، روعة. اللون بقى الكاميرا ظلمة اللون عشان كنت قفلت التليفون الاولاني وصورت بتليفون تاني. المهم يعني حصل لخبطة كده، طلع التصوير في الاخر مش قد كده، ما عجبنيش انا شخصيا الاضاءة بتاعته. حطيت الصوص، حتى الصوص مش باين قوي ان انا رشاه، حاولت اقرب الكاميرا عليه عشان اوضحها. الطعم روعة، طعم جامد جدا، سهل قوي. اهم حاجة تعتمدي طريقة الكريب دي. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش من دعوة حلوة من القلب، ولايك وشير وسبسكرايب.